آه، ازيكم عاملين ايه؟ معلش على صوتي. تعبانه بقالي كام يوم، عندي دور برد جامد شويه. اسالكم الدعاء. بس قريت مشكله صعبه، ويعني مشكله خطيره. تعالوا نشوفها سوا، ونشوف المفروض صاحبه المشكله تتعامل معاها ازاي. البنت بتقول أنا مخطوبة عن حب، وكان كويس جدا معايا. حصل منه مشكلة، حصل منه موقف إنه شك فيا وبعدها سبته. عمل محاولات كتير جدا لدرجة إنه صعب عليا. اديت له فرصة، بس حسيت بعدها إني اتقفلت منه، مش عارفة أرجع معاه زي الأول. خاصة إنه وقتها بعد ما شك فيا عمل تصرفات صعبة جدا، وقال كلام صعب مش عارفة أنساه. دلوقتي قلت له انا مش عايزه اكمل معاك، بعت لي الرساله دي. الرساله بتقول راجعي سلوكياتك وتصرفاتك عشان انا جبت اخري منك. غلطت واعتذرت، وعملت اللي محدش ممكن يعمله عشان تسامحيني. دلوقتي جايه تقولي لي حاسه نفسي مش قادره. هو احنا بنهرج ولا ايه؟ ما ان شاء الله عنك ما قدرتي، عادي برضو مش هسيبك. هو الموضوع بقى عناد معايا بصراحه، ولو دخلتي اهلك هتلاقي تصرفات مش هتعجبك، وانت عارفة اني مجنون وممكن اعمل اي حاجة عادي جدا. يبقى تلمي الدنيا وتلمي نفسك وتعامليني زي البشر. طيب، زي ما احنا شايفين كده ان هو البنت كانت مخطوبة وفسخت الخطوبة، او مش عايزة تكمل فيها. خلاص ثقتها اتهزت مع الانسان اللي كانت معاه او مختاراه، ومش عايزة تكمل. ولسه على البر في الخطوبة فترة للاختبار، اختبار القدرة. هل الشخص ده أنا متوائمة معاه وهقدر إن أنا أكمل معاه الحياة، عايزاه شريك للحياة، أكمل لخطوة الجواز ولا لأ؟ هي الخطوبة مجرد مرحلة اختبار، ما هياش مش لازم كل خطوبة تنتهي بالزواج. وحتى الزواج نفسه مش لازم ان هو يكمل. في ناس كتير بتتجوز وتكتشف ان هم غير متوائمين، او بتحصل مشاكل ما بيقدروش ان هم يتجاوزوها سوا، فممكن بيحصل طلاق بعد كده. فهي دلوقتي البنت خلاص مش قادرة تتقبل الشخص دوت تاني، وعايزة تسيبه. ابتدى ان هو بيهددها وبيقول لها ان انا مش هسيبك. ده تهديد صريح. يعني الرسالة دي اللي هو بعتها لك دي تطلعي بيها على طول على اسم الشرطة، وتعملي بلاغ ان هو بيهددك، بيحاول ان هو يبتزك او يستغلك، او ان هو يرغمك او يجبرك على ان انت تكملي في علاقة خطوبة او في الموضوع بتاعكم وانت مش عايزة. ده طبعا يعني سلوك غير سليم من الناحية القانونية ولا حتى من الناحية الدينية. سلوك غير سليم، ده تهديد ومحاولة لفرض السيطرة والإجبار والإكراه. طبعا حاجة يعني غير مقبولة بالمرة. ف وبيقول لي كمان ما تدخليش أهلك. امال أنت هتدخلي مين؟ يعني معلش، هو أنت رحت طلبتها من مين وخطبتها من مين؟ من أهلها. فإزاي ما تدخلش أهلها؟ يعني ده أنت باعت لها بتهددها وبتقول لها ده أنا هعمل وأسوي وأنا مجنون. لا، مجنون دي لما تبقى قصاد القانون ويجيبوك في الاسم كده وتمضي محضر وتتاخد عليك اجراءات قانونيه. انت ممكن كمان تتحبس بسبب التهديد ده. فساعتها مش هتبقى مجنون ولا حاجه. ف مفيش حاجه بالغصب، ده زمان قالوا كله بالخناق الا الجواز بالاتفاق. يعني هي البنت خلاص مش عايزه تكمل، سيبها لحالها، ربنا يصلح حالها ويصلح حالك. وما تضيعش نفسك. يعني ما تضيعش نفسك. انت بتقول انا مجنون كده، يعني مستعد تضيع نفسك؟ لا، ما الموضوع ما يستاهلش خالص. حتى لو انتوا بتحبوا بعض، يعني حتى لو انت لسه بتحبها وهي لسه بتحبك، وناس كتير بيحبوا بعض وبيسيبوا بعض بالرغم ان هم بيحبوا بعض. لان مش بالحب لوحده، مش بالمشاعر لوحديها. الحياة يعني محتاجة يعني على كذا مستوى، يبقى في توافق وتوائم وتقبل على كذا مستوى. يعني مش بالحب فقط وبالكلام بس، لا، حاجات كتير جدا جدا. فوارد ان انتوا تبقوا بتحبوا بعض لكن ما تقدروش تكملوا مع بعض، او حتى عشتوا مع بعض وبتحبوا بعض وما تقدروش برضو تكملوا مع بعض. فمش بالحب، هي مش بالحب لوحده. والحب وحده فعلا مش كفاية
سيب البنت في حالها، مالكش دعوه بيها. الرساله اللي هي وثقتها دي رساله موثقه، وانصحك ان انت لو حتى كلمك سجلي المكالمه، ولو فيها اي نوع من التهديد برضو ارفقيها بالبلاغ بتاعك، لان ده تهديد صريح وتهديد يعني سلبي كمان يعني، او في عنف ومحاوله اجبار على اتمام العلاقه، وده غير سليم من كل النواحي يعني. ده مش يعني، اما انت بتتكلم دلوقتي كده وانت لسه على البر، امال انت لو اتجوزتها تعمل فيها ايه؟ سيبها في حالها، سيبها في حالها، ربنا يصلح حالها ويصلح حالك. وعايزه اسمع رايكم ايه، تبلغ فعلا الشرطه وتبلغ الجهات القانونيه، ولا ما تبلغش اهلها؟ ولو بلغت اهلها وهو هددهم برضو وقال لهم لا وانا مش هسيبها، او رجع ان هو يضغط عليها، تتصرف ازاي بعد كده؟